في يوم جاني قال لي راه باش ناخذ البيعه. قلت له انت في تونس والشيخ نتاعك في المغرب كيفاش تاخذ البيعه؟ قال لي راه سيد الشيخ يعطي البيعه بالتليفون. انا بالنسبه لي كانت حاجات معناها خياليه ما نفهمهاش، وفعلا خذا البيعه بالتليفون وشاف النور وكان يحدثني على الحكايه هذه، وكنت انا خايفه نقول شنو هذايا وشنو الطريقه وشنو معناها ولي وش كيفاش يعطي نور في التليفون، كيفاش بالتليفون من المغرب لتونس نور يغرب. الحقيقه ابوه ما كانش موافق، لكن انا كما كل ام كنت موافقه، وكنت معناها مش نشجع فيه لكن كنت نعس. الحقيقه ما احنا في تونس ياسر نخافوا. تالت الاحداث واخوه في امريكا كيف خذا البيعه عن بعد في امريكا. امور ولات جديه، دونك انا وابوهم انكبينا حتى احنا قلنا نفركسوا شنية الطرق وشنية الصوفيه وبدينا نقربوا بشويه بدينا نقربوا اللي معناها هذه طرق معناها بعيده على السياسه وبعيده على الارهاب ووقتها ولينا نعرفوا سيد الشيخ ولينا نسمعوا دروس سيد الشيخ. حتى الفين انا وليت متشوقه نحب ناخذ البيعه ونحب نشوف شنو النور، خاطر اولادي تبدلوا برشا واولادي ولات عندهم معناها سكينه ولاو ما عادش يفركسوا على حتى شيء، معناها الطريقه بدلتهم للاحسن برشا.